السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان 1907. في البداية لا صوت يعلو فوق صوت الأهلي. الأهلي عامل حرفيا موسم انتقالات شتوية عظمة. طبعا في البداية الأهلي تعاقد مع المهاجم السلوفيني جراديسار نتمنى له طبعا التوفيق مع النادي الأهلي في الفترة القادمة. وتاني صفقات النادي الأهلي مصطفى العش طبعا الأهلي تعاقد معاه من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. والصفقة الثالثة طبعا نجم بتروجيت احمد رضا ان شاء الله برضه يبقى اضافه عظيمه للنادي الاهلي، وبيلعب في مركز المساك وسط الملعب المدافع، واعتقد هتبقى اضافة للنادي الاهلي على المدى البعيد كمان، يعني انه اللاعب لسه 24 سنة. 24 سنه. وطبعا الصفقه الرابعه معانا اشرف بن شرقي ان شاء الله يبقى اضافه برضه قويه للنادي الاهلي في مركز الجناح طبعا، يعني حاجة. طبعا كل الناس عارفه بن شرقي وعارفه امكانيات بن شرقي، وان شاء الله الفتره القادمه نتمنى له التوفيق. مظبوط. الصفقة الأخيرة بقى طبعا محمود حسن تريزيجيه قادم من طرابزون سبورت التركي وليس الريان القطري، لان هو في الريان على سبيل الاعاره. مظبوط. النادي الاهلي طبعا كان انهى كل الاتفاقات اللي بتقضي بانتقال اللاعب للنادي الاهلي منذ بدايه الموسم الجديد، ودي طبعا خطوه قويه جدا للنادي الاهلي لتدعيم صفوفه قبل بدايه كاس العالم للانديه. وطبعا الاهلي بيحاول يخلص في رشاد المتولي من بتروجيت، مهاجم محترم جدا برضه، هو باقي في عقده 6 شهور، والاهلي بيحاول يخلص مع بتروجيت ويدفع الباقي من عقد رشاد المتولي. نادي بتروجيت كمان بيطلب من النادي الاهلي في الوقت الحالي من خلال التفاوضات اللي قائمه، يعني ان هو ينهي عقد اللاعب طبعا ويبيع اخر 6 شهور في عقد اللاعب بمبلغ 15 مليون جنيه، بالاضافه الى استعاره احد لاعبين فريق النادي الاهلي طبعا من فريق الشباب. والنقطه دي طبعا هتعود في النهايه للنادي الاهلي ومجلس ادارته، هل هيوافقوا على هذا العرض او لا. وكمان النادي الاهلي في اتجاه اخر في من خلال طبعا التعاقدات بيشتغلوا في الوقت الحالي على مفاوضات مع لاعب فلسطيني اسمه تامر بني عودة، بيلعب في نادي راندرز الدنماركي. طبعا هو لاعب دنماركي فلسطيني، فاعتقد برضو هيتسجل مصري، فهتبقى حاجه كويسه، نفس فكره وسام ابو علي. نفس فكره وسام ابو علي بالظبط، فبالتالي يعني الامور هتكون جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بس كده صديقي، ودي تكون كل حاجه معانا النهارده من خلال الصفقات اللي تم انهائها للنادي الاهلي، وكمان الصفقات اللي جاري التفاوض عليها حتى هذه اللحظه. وان شاء الله بامر الله هنوفيكم بكل التفاصيل وكل جديد في حاله طبعا النهارده وبكره اخر ايام الانتقالات الشتويه في انتقالات يناير، ولكن طبعا القيد المحلي لسه قاعد معانا لحد 8/2، فهنشوف الامور هتمشي لحد فين. وان شاء الله بامر الله انتظرونا في حلقات كتير جايه من مان تو مان 1907. شكرا جدا، سلام.